هل في قانون او في ماده داخل القانون المصري بتحمي الاسير المصري والمواطن؟ الصحفي مصطفى مكي من صوت الأمة. من اللي انت حضرتك وضحت ان انت برضه طيب اول حاجه ده السؤال الاولاني. ماشي، طب اتفضل. والسؤال الثاني، ما هو المسؤول داخل الدوله امام حضرتك وامامنا كلنا لتطبيق هذا القانون؟ ومن هو المتهم؟ او من اللي انت تقدر تقول ان الشخص ده لو هو كان عامل الحاجه دي كانت تفرق معانا وكناش عملنا لسه في المستقبل ولا الماضي؟ الماضي وصل الراجل. طبعا. تمام. ومحتاج رساله بسيطه منك لمعالي رئيس الجمهوريه. لا خلينا حدودنا رئيس الجمهوريه. لا رئيس الجمهوريه. انا انت ماشي براحتك. انا بس انت بص تصور كل حاجه. الرئيس ده حاجه زي الفل بصراحه، يعني مش مخلينا نحتاج اي حاجه. ايوه احنا كده بعد كده احنا كلهم كده وشهم داخل قوي في الكاميرا. حلمي هو حضرتك طبعا استاذ مصطفى كان بيسال، حضرتك كنت طرحت برضه قلت ان في قضيه 10951 تقريبا اللي هي بتحرص على عدم انتهاء التقادم. هو بيسال سؤال ثاني. هو سؤال ثاني بيقول لحضرتك هل من حق المواطن الدفاع عن حقوقه بخصوص في مثل هذه القضايا؟ معلش قول لي شق السؤال الاولاني اللي حضرتك بتقوله. الرئيس ده السؤال الاولاني حضرتك اللي انا بقوله ان في ماده داخل القانون المصري. بس خلاص، بص، وثيقه اعلان الدستور بتقول ايه؟ الحاليه؟ الحاليه كرامه الفرد انعكاس طبيعي لكرامه الوطن، وبقيمه الفرد وبكرامته تكون مكانه الوطن وقوته وهيبته، ومن ثم فان التفريط في كرامه الفرد هو تفريط في كرامه الوطن بنفسه. ثم من مواد الدستور ايضا هناك عندك الماده 52 بتقول ان ضرائب التعذيب لا تسقط بالتقادم وهي مرتبطه بكرامه الانسان المصري. الماده 52 من الدستور الحالي، الدستور فرض على الدوله ان يحمي حقوق مواطنيه في الداخل والخارج، وفي الخارج اقوى. والحكم التاريخي الذي صدر تحدث باستفاضه في هذا الامر بأن واجب الدولة ومسؤوليتها هو الدفاع عن كرامة وحياة الإنسان المصري خارج أرضه أكثر من داخل أرضه. ولو حبيت نقرأ النصوص بتاعت الكلام ده من السؤال الثاني حضرتك رسالة إلى السيد الرئيس بحمايته للدستور. بحمايته؟ اللي هو لا في سؤال تاني. كرامة لا اللي هو مين هو المسؤول قدام حضرتك؟ تمام. او رئيس الدولة هو المسؤول في الموضوع. لا المسؤول قدامنا رئيس الدولة هو المسؤول في مين بقى مش مهم. ورئيس الدولة في الحاضر إن لم يكن بالتنفيذ يكون هو المسؤول. هو المسؤول. أي طبعا. تمام. إيه الرسالة لرئيس الدولة ورئيس الدولة؟ أنا أوجه رسالة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقيم له كل الاحترام والتقدير. طبعا. تمام. وأنا مش بجامل ولا بنافق ولا أتعرف عني إن أنا عمري نافقه، وقدامه قلت هذا الكلام. أن يحمل على عاتقه هذه المسؤولية الكبرى، وستحسب له في التاريخ أن أول رئيس يقوم باسترداد كرامة المصريين ويحاول على الأقل استردادها بالمحافل الدولية سيكون هو الرئيس عبد الفتاح السيسي. آمن من هذا وأثق فيه ثقة لا حدود لها. أنت سلمتها له 2015. اللي أنا سلمتها له 2015. تمام. يعني لسه شوية قدام. طيب في أي أسئلة ثانية بقى؟ لا قبل الحكم ما يطلع، ما الحكم لسه طالع من كام يوم. سلمت القضية؟ لا لما سلمت القضية مشيت. وهو كان مدير الخطوات الحربية ويعلم القضية. والقضية مشيت الحمد لله ودنيا. اتفضل يا فندم. حضرتك دلوقتي بتقول ان اسرائيل او لما وصلنا لمعلوم 7 مش أنا. الرسالة اللي هو وصلنا لمعلوم 7 الحكومة عندهم خدت اجراءات بسرعة عكسنا. ده أول سؤال. ليه؟ أولا بص حضرتك. احنا عندنا الحكومة بطيئة شوية. هقول لك لا. أنت عندك أمة عربية مهانة، عندك أمة عربية كلها متفرقة من محيط الخليج، عندك أمة استطاع العدو أو أمريكا والغرب أن يلعبوا بها كيفما يشاءوا. قالوا في كل تصريحاتهم يجب أن نحافظ على تفرق العرب حتى يظلوا هكذا بلا وزن أو تأثير. قالوا أن لو اتحد العرب سيكون ذلك نهاية إسرائيل. ده بن غوريون قال كده في الكنيسة سنة 56. أخشى ما أخشى أن يخرج من هذه الأمة
من يستطيع توحيد صفوفها فذلك سيكون هذا اسرائيل. هتقول لي اسرائيل طلبت، اسرائيل ما تطلبش، اسرائيل تؤمر عشان امريكا، اسرائيل في العالم كله تقول انا عايزه كذا، لبن العصفور يجي لها. قرارات الامم المتحده ومجلس الامن ومعانا احصائيه بالكلام ده كله لم تنفذ من اسرائيل، لان الولايات المتحده الغاشمه بتقف مع اسرائيل وتتصدر لاي اي اجراء يتخذ ضدها. الاخ ومش اخ ولا مين، رئيس امريكا الحالي المسمى بترامب قال انا اول ما اجي هنقل السفاره وهينقل السفاره، وبعد ما جه وقابل نتنياهو 2500 مستوطنه بيتبنوا في الضفه الغربيه تحت رعايه الولايات المتحده الامريكيه. انت للاسف الشديد ليس للضعفاء صوت يسمع او حق يصان، حلك الوحيد هو ان تكون هناك وحده في الامه العربيه، ومن يقف امام هذه يكن خائنا لله والرسول. ان شاء الله الرئيس عبد الفتاح السيسي يكون صلاح الدين الثاني باذن الله ويقدر يوحد بصرف النظر عن اي مخلوق. القطرين ده مينا. بعض وسائل الاعلام الامريكيه وبعض وسائل الاعلام المصريه تدعي عن قوه العلاقه ما بين الرئيس ترامب وما بين الرئيس السيسي. دي مش شغلتي. هل ممكن ان يتم يستثمر العلاقه دي على حساب اسرائيل والاقتصاد المالي الاسرائيلي؟ من الممكن ان يستثمر هذه العلاقه، ولكن انا لا اعتقد ان العلاقه مع الشيطان ممكن ان تثمر شيئا. طبعا الرئيس ما بيعتمدش مع شياطين ولا الكلام ده خالص. انا لا اخشى من احد الا الله سبحانه وتعالى في العمر، لا اخشى من احد، وانا بقول اللي في نفسي وربنا يحاسبني على وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. لا سياده اللواء مناضل ما بيفرقش معاه اي حد. طبعا احنا اللي جرب الفرشه يا جماعه يجرب حاجات كتير. احنا طبعا في مؤتمر صحفي هنعلن فيه عن كل التفاصيل.